اخواتي الاهلاويه، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا جمهور فله، جمهور سكره، جمهور وشه نحس. عرفتوا انا بتكلم على مين؟ طبعا قرروا اللي هم يشجعوا بيراميدز. قلنا يا عم عادي وماله يا عم، تشجعوا يا عم بيراميدز منافس، هو ده اللي انتوا بتنافسوه، وهو ده اللي انتوا ده اللي هياخد مكانكم ان شاء الله، فانتوا تشجعوه، انتوا متعودين على المركز التاني. يوم ما يقرروا يشجعوا بيراميدز يا مؤمن، ركز معايا في الكلمتين دول. هرجع يوم ما يشجعوا بيراميدز يحصل ماس كهربائي في الاستاد، المباراة تتلغي. يا إلهي يا إلهي على النحس، فريق ونادي منحوس. أنا عارف لو في واحد من مشجع بيراميدز هيطلع، لو بيراميدز ده ليه جمهور، هيطلع لهم يا جدعان سيبونا في حالنا، يا جدعان مش عايزين نحسكم، يا جدعان انتوا نحستونا يوم ما قررتوا تشجعونا، نحستونا. ايوه الزمالك يوم ما يقرر يشجع بيراميدز مباراته تتلغي، ومع العلم كان هو خسران وتعادل بهدف غير شرعي، واتطرد من نادي سموحه الهاني سليمان. يعني هو بيلعب متعادل خارج ارضه على ملعب اسكندريه مع سموحه، وسموحه مطرود منه واحد ولسه قدامه شوط كامل، النور يقطع في الدقيقه الثالثه ولا الرابعه. يا الكلمية النحس. وده انا اتاكدت منه ان الجمهور ده نحس، والجمهور ده مش طبيعي، وسبب ازمات الزمالك هو جمهوره، وسبب مشاكل الزمالك هو جمهوره. بدليل يوم ما شجعوا الوداد، الله اكبر، الوداد ما عملتلوش قومه لغايه وقتنا هذا، لغايه وقت الفيديو اللي انا بكلمكم فيه ده. الوداد ما عملتلوش قومه. قلت يمكن صدفه. الترجي نفس الكلام، ما عملتلوش قومه يوم ما قرروا يشجعوه. صن داونز قعد يقول لك هو اللي هياخد البطوله، هو اللي بقالهم صن داونز يطلع من مجموعه، حتى لو كسبنا 5 يطلع ويصعد، ويطلع من الاقدار الايه النهائيه. كان دور الثمانيه، دور الاربعه، وها هو الحال يا جمهور نادي الزمالك يا نحس. انتوا جمهور نحس. لذلك احنا لما بيجي يقول لك احنا عايزين نشجعكم، بنقول لهم لا، اوعوا تشجعونا، لان احنا خلاص عرفنا بقى، وخلاص احنا خدنا منهم بقى ايه البصمه النهائيه. البصمه النهائيه ان جمهور نادي الزمالك لما بيقرر يشجع اي فريق قدامنا، الحمد لله الفريق ده بيتلبس من عفريت اسمه الزمالك المنحوس وجمهوره. اه والله يعني مش هم قرروا كده، ولا انا بقول كلام من الهوا؟ مش هو احمد سليمان طلع قال كده، ولاعيبتهم طلعت قالت كده، ومجلس ادارتهم قال كده احنا هنتعمل بيراميدز وي وي وي، وناس من الجمهور عندهم طلعوا قالوا كده؟ ولا انا بجيب الكلام ده من دماغي من وحي خيالي؟ لا هم قالوا كده. ودي شفتوا الدليل النهارده، بيراميدز وسموحه يحصل ماس كهربائي والمباراه هتتعاد. تمام. نرجع بقى لمرجوعنا. نادي الزمالك قال لك انا هلعب ماتش بيراميدز، هلعب ماتش سيراميكا سوري، عشان خاطر انا تنفذ لي طلباتي. بالله عليكم، بالله عليكم، انتوا شفتوا طلب واحد يتنفذ لنادي الزمالك؟ طب والله انا فرحان ان الزمالك هيلعب البطوله وهيكمل وهيلعب قدام سيراميكا بكره. عارفين ليه؟ عشان هنضحك، هنلاقي حد نضحك عليه، هنلاقي حد نعرف نقفشه، هنلاقي اي حاجه بيتلككوا عليها. هنرجع لزمن الجميل سنظل اوفياء، هنرجع للاضحوكه بتاعتنا احنا في المؤامره الكونيه اللي هم عايشين فيها. والحمد لله هي طلعت ظروف فعلا زي ما هم قالوا، ظروف قهريه، والحمد لله ظروفهم خلصت. بس انا مش شايف واحد، يعني قرار واحد من البيان اللي هم عملوه او القرار اللي هم خدوه اتنفذ. بل بالعكس هم خافوا من حاجتين: خافوا من النادي الاهلي، ماتش النادي الاهلي، وتاني حاجه خافوا اللي هم يهبطوا. وانا كنت مع الحل التاني، اللي انا مش عايزهم يهبطوا، لا انا عايزهم يفضلوا في الدوري عشان يضحكونا، وعشان احنا ناكل على قفاهم عيش. يا عم وبعدين انت بتقول لي انا كسبتك الدور الاول، يا عم ما انا كسبانك سنين، يا عم ما جاتش، عامل زي طبق الكشري زي ما بيقولوا، انا باكل منه وانت لو خدت معلقه مش هتحسه. انا الطبق قدامي عمال اكل منه، لكن انت خدت معلقه مش هحس بالمعلقه. لكن ما خدتش مني بطوله، ما خدتش مني كاس، ما خدتش مني دوري. ففوق. سلام يا جمهور يا شق. سلام.